في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوفاطيس من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية تمتهن النصب والاحتيال وتزوير العملات النقدية المحلية منها والأجنبية. تنشط هذه الجماعة الإجرامية عبر شبكة التواصل الاجتماعي باستدراج الضحايا عن طريق إيهامهم باستلام مبالغ ضخمة من مختلف العملات. أسفرت العملية على الإطاحة بأربع أشخاص من جنسيات مالية ونيجيرية مع حجز 35 رزمة من قصاصات سوداء اللون على شكل أوراق نقدية مستحضرات تستعمل في عملية النصب والاحتيال. 8 هواتف نقالة. سيتم تقديم الأطراف فور الانتهاء من التحقيق أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة التحليلات حول جناية تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال وتزوير أوراق نقدية ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، الإقامة بطريقة غير شرعية داخل التراب الوطني.